حكيم الكويت رحل عن عالمنا قبل ساعات أمير دولة الكويت الشيخ جابر الصباح عن عمر يبلغ 91 عاما. والحقيقة أن الشيخ جابر الصباح قصة كبيرة من الإنسانية والحكمة. دولة الكويت دولة شقيقة لكنها في مهب النيران، إنجاز التعبير، في مهب العاصفة، في مهب التلاقي مع الدولة التي نعتبرها مزعجة للحد الأقصى، الجمهورية الإيرانية. ويمكن في الحقيقة الأمير جابر الصباح، الشيخ جابر الصباح، لعب دورا كبيرا في إطفاء حرائق كثيرة في المنطقة عبر مواجهات قد يفسح لها التاريخ يوما ما كتابات كثيرة، وأولها مع جماعة الإخوان، هذا العدو الذي نشترك نحن والكويت في مجابهته وبعض الدول العربية. لكن الحقيقة والفضل لابد أن يذكر أن الشيخ الراحل أمير الكويت له قصص عظيمة مع مصر، ومصر أيضا لها قصص عظيمة مع هذا الرجل. 73 كانت الكويت حاضرة مع القوات المسلحة المصرية ومع الشعب المصري في نصر أكتوبر العظيم. في غزو العراق للكويت كانت مصر حاضرة وبقوة وفي مقدمة الصفوف، وكان لها اليد الفضلى في إنهاء هذا الاحتلال. التقدير متبادل، الاستثمارات الكويتية المصرية متبادلة، التواجد المصري للعمالة المصرية في الكويت هو الأعمق. هناك ساحات بالكامل ومناطق بالكامل يسكنها مصريون في كنف العروبة. ويمكن في الحقيقة رغم محاولات جماعة الإخوان في الفترة الماضية ذرع مكائد وبذور فتنة ما بين البلدين الشقيقين، لكن حكمة هذا الرجل والتعامل المصري الأحكم كان سببا رئيسيا في أن تمر الأزمة. لكن أيضا الشيخ الراحل كان له مواقف كبيرة فيما يتعلق بالعروبة، من القضية الفلسطينية، من الصراع في اليمن، من القضايا الاستراتيجية دعما للرؤية العربية الموحدة سواء في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو غيرها من المحافل الدولية. وتبقى العلاقات المصرية الكويتية هي علاقات ذات طبيعة ممتدة وتاريخية، وربما تكون الأعمق والأكثر ثقافة وتجذرا خاصة في مجالي الثقافة والإعلام. لكن الشيخ الراحل أيضا نجح في أن ينهض بهذه الدولة وأن يعبر بها لحظاتها الصعبة، والتي كان آخرها أزمة كورونا التي كانت حكمته وتعاطيه مع الأمر بشكل ميداني وبشكل إنساني سببا رئيسيا في هذا العبور. هناك مئات الآلاف من الجنسيات المختلفة على أرض الكويت الشقيقة، كان التعامل مع الأمر بحكمة شديدة رغم المحاولات التي قلنا أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول أن تضعها في منتصف الطريق، لكن الأمور تمر بسلام. مواقف الأمير الراحل مع مصر دولة وشعبا مواقف في قمة الإبداع والتعاون. مصر تقدر الرجل بشكل كبير جدا. البيان الرئاسي الصادر عن رئاسة الجمهورية يقول كل هذا الكلام، ويقول أيضا أن الأمة العربية فقدت واحدا من أبرز حكمائها، وفقدت الكويت قلبا كان يتسع للجميع. نتمنى كل الخير للكويت الشقيقة وقواتها المسلحة وأهلها أشقاؤنا في العروبة وكل من هو على أرض الكويت، وأن يكون الخلف هو خير ممثل لهذا الشعب، وأن يدوم الاستقرار في البلد الذي نحبه ونعشق أهله. دمتم بألف خير وطيب الله أوقاتكم.